اللي فوق الراس هذا من هو؟ الشيخ عذبي فهد الأحمد. هذا كان راس الأخطبوط، كان القائد حق المقاومة هذه، وفي الأفرع طالعة منه. من ضمن الأفرع الشخص هذا اللي هو إسماعيل فهد إسماعيل. فقعدت له، أنا تعرفت عليه، فكنت آخذ الإخبارية منه هو. الإخبارية منين تيله؟ تيله من الراس العود. ففي أذرع كلها اني نجتمع عنده في البيت، فتلاقي البيت يمكن فيه 40-50 واحد، بس ال40 وال50 واحد هذيل ما يعرفون بعضهم. فعشان يعطيك الإخبارية شو يسوي؟ يناديك تعال يا نواف، تروح وياه عطاك الإخبارية، خلاص نواف طلع، اي تعال يا سالم. فكل واحد ياخذ إخباريته من وين؟ من راس الهرم اللي هو عذب الفهد. هذا الشخص المقاوم اللي انهضم حقه، اللي ما حد يذكره طول ال29 سنة، يمكن يذكروه مرة أو مرتين. ومن اللي ذكره؟ ذكروه الناس اللي يسألوهم اللي كانوا معاه، بس نسوا اللي هو سواه كله، انسفوا اللي سواه هو كله. يعني الحين انت لما تجي تسوي خير، عرفت، وتسوي شر، فتلاقي الخير هذا ناس قليلة تتكلم فيه، بس الشر اللي انت سويته الناس كلها تتكلم فيه. يعني انا الحين سويت 99 شغلة خير، بس شغلة واحدة شر. ال99 هذه ينسفونها ويمسكون الشر هذا، ما يطالعون ال99، ما يطالعون الكم اللي انا سويته، يطالعون بس هذه. فهذا عذبي فهد الأحمد، وكان معاه اخوه خالد وانأسر خالد، وكان في احمد الفهد، وكان في طلال الفهد، وكان في باسل سالم